المنتخب المغربي ما شاء الله يا جماعة بقيادة الكابتن طارق السكتيوي عامل شغل كبير جدا جدا جدا. طبعا بنشوف من الإعلام الجزائري وفي بعض من الإعلام المصري بيتكلم على المنتخب المغربي وبيحاول يطلع زي ما بيقولوا كده القطط الفطسانة في المنتخب المغربي. بيحاول يقول لك ان المنتخب المغربي او يهيأ للمشاهد ان المنتخب المغربي ده ضعيف. لكن انا واحد من الناس شايف ان منتخب المغرب ما شاء الله يا جماعه منظم. كابتن طارق السكتيوي عامل شغل عالي جدا. كابتن طارق السكتيوي يعني عامل مجهود كبير جدا، وشفنا الكلام ده في المباراة السابقة لما كان المنتخب المغربي بيواجه الكونغو الديمقراطية وكسب 3-1. طيب شفنا المنتخب الجزائري وحسرة المنتخب الجزائري وقد ايه مش قادر ان هو حتى يعني يكسب، حتى يعني يكسب بقى. يعني المفروض المباراة كانت سهلة، المباراة كانت بسيطة، المباراة كانت في متناول المنتخب الجزائري. لكن الإعلام الجزائري ولا حس ولا خبر. الإعلام الجزائري دايما ما بيشوفش المشاكل اللي عنده كمنتخب. عايز اقول لك ان المنتخب الجزائري عايز بس مدرب صح، عايز فرقة يعني عايز يعني يشتغلوا الشغل كويس عليه طبعا. ونفسي بقى اشوف الاعلام الجزائري يتكلم بما يرضي الله لما يلاقي مباراة قوية ومباراة مهمة للمنتخب المغربي. ميطلعش بقى يقول يعني يبقى زعلان ويبقى مصدوم ان منتخب المغرب بيعمل مباراة مهمة، بيعمل مباراة كبيرة، وانا منتخب الجزائري ولا حس ولا خبر. طبعا يا جماعة على عكس طبعا لما بنشوف المنتخب المغربي لو خسر يا نهار ابيض الدنيا بتتقلب، الدنيا بتتقلب رأسا على عقب. منتخب المغرب خسر مثلا يعني تلاقي الاعلام الجزائري طالع شغال الله ينور. تلاقي الاعلام الجزائري يعني اكتر حد بيتكلم على المنتخب المغربي ان هو خسر وفرحان ان منتخب المغرب خسر معاه، مع العلم ان منتخب الجزائر مستواه زي الزفت، مستواه وحش جدا، متعثر تعثر غير طبيعي. ومع ذلك الاعلام بتاعه بيطلع ما بيتكلمش على نقاط ضعف، ما بيتكلمش على مشاكل عند المنتخب الجزائري، ما بيتكلمش، لا هو مركب مسلط الضوء على المنتخب المغربي. معرفش ليه يا جماعة بصراحة والله، ما يعني الواحد مستغرب جدا والواحد هيتجنن من اللي بيشوفه واللي بيسمعه من الإعلام الجزائري، وعلى طول بيتوقع خسارة المنتخب المغربي. معرفش سبحان الله، تحس ان المنتخب المغربي يعني واكل حق. ما تعرفش منتخب المغرب او اي حد في المغرب بيبقى ناجح الاعلام الجزائري بيتضايق ليه او بينهار ليه او بيتعصب ليه، مش عارف بصراحة. انا عايز كل اللي يسمع الفيديو يعلق لي في كومنت ويقول لي رأيه ويشوف لي، جايز يكون انا غلط، جايز يكون المستمع او المشاهد اللي بيشوف الاعلام الجزائري ويشوف الاعلام المغربي اللي دايما بيتكلم على دايما المغرب بس بيتكلم، ما بيتكلمش على بلد تانية او حاجة، لا هو بيتكلم على المغرب بس اللي هي بلده. كل توفيق كل دعم لأبناء المملكة المغربية الشريفة إن شاء الله، ونشوف تقدم وازدهار في الفترة القادمة. عايزك تصلي على النبي الشريف. القناة 10 رسالة كل جديد وحصري. السلام عليكم ورحمة الله.